جات لي فرصة أنقل لإدارة تانية جوه الشركة، بس مديري رفض يسيبني. هو متمسك بيا علشان مقدرني ولا بيعطل مستقبلي؟ ده سؤال حلو جدا. بص، ممكن فعلا يكون شايفك شخص مهم، أكيد أنت شخص مهم ومش عايز يخسرك، وممكن كمان يكون ما عندوش حد يسد مكانك. بس في الحالتين احتياجه ليك ما ينفعش يمنعك من فرصة أحسن جوه الشركة، صح؟ طب أنا المفروض أعمل إيه بعد ما سمعت الكلام ده؟ أول حاجة وأهم حاجة، اعرف نظام النقل جوه الشركة عامل إزاي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم مديرك يوافق ولا بس هو بيدي رأيه وبس؟ اتنين، سهل عليه الموضوع شوية، قول له ممكن مين يستلم مكانك وإمتى تقدر تسلمه الشغل. تلاتة، لو كل مرة بيرفض من غير سبب واضح أو ميعاد، اتكلم مع الاتش ار أو مديره بهدوء، ما تخافش. وافتكر دايما المدير اللي مقدر شغلك هيساعدك تتقدم، مش هيعطلك عشان هو محتاجك. فاهمني؟